السلام عليكم يا أصحابي، أنا محمد من قناة كونو جيمنج. عاملين إيه يا أصحابي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلام. ده أول جيم في المود الجديد، فحبيت أشارك معاكم بعض الميزات والعيوب اللي موجودة في الجيم، تمام؟ أو في المود عموما، تمام. أول عيب عندنا إن هو مفيش أسلحة. شايف أنت المنطقة دي كلها مفيهاش إلا سلاح واحد، تمام؟ ده حاجة. الحاجة التانية، هتبص لزميلك اللي تحت أهوت، الشخص اللي تحت، العدو اللي تحت، مش لاقي سلاح أصلا. فده أول عيب، إن هو اللوت مش قد كده، مش زي المود اللي قبله، تمام. Awesome. في ميزة بقى هنا، إن النزلة بتاعة الباراشوت بتكون سريعة، ما بتكونش بطيئة، تمام. ودي ميزة كويسة عشان ما تجيش في الباراشوت وانت نازل. أما بالنسبة للشلالات المية اللي هي على إيد اليمين دي، اللي أول ما سمعت صوتها اترعبت منها، إلى حد ما كويسة يعني. ان انت لو مش واخد بالك منها ممكن تزقلك او تحدفك لاي انمي فوق، تمام. فهي الى حد ما ان هي كويسة يعني. اما بالنسبة لصناديق اللوت، فالميزة ان هي تفتح لوحدها، دي ميزة كويسة. ليه؟ لان انا ممكن، يعني انت عارف ان هو قبل كده ان انا لازم امد ايدي والحوارات دي عشان الصندوق يفتح، انما انا ممكن او اجي او افايت والصندوق بيفتح ورايا، بحيث لو السلاح خلص يبقى معايا لوت عادي. في بقى دي اهم ميزة عندنا، تمام. لان في ميزة هنا زبالة، ميزة يا ريتها يعني تتشال، لان الميزة ديت يعني مش كويسة، تمام. ايه هي الميزة؟ اول حاجة ان انا ماشي عادي بدخل افعل الكرات وكل حاجة، تمام. انا بعد ما افعل الثلاث كرات، هو اولا الثلاث كرات ده انا مش عارف هل كل مدينة فيها الثلاث كرات في نفس المكان، بتهيألي لا، يعني الثلاث كرات بتختلف من مدينة لمدينة، تمام. ده حاجة. الحاجة التانية، انت عندك هنا اول ما البوابة دي بتفتح او تفعل الثلاث كرات، البوابة اللي فوق بتقفل، تمام. حتى لو في عندك ضرب فوق وبتاع، انت مثلا عاوز تاخد اللوت وترجع لهم تاني، ما بتعرفش ترجع، تمام. هي ايوه ميزة كويسة ان هو البوابة تقفل بحيث ان هو ما يدخلش حد، يعني ما يدخلش حد من بره، تمام. دي ميزة كويسة. انما انا عاوز اطلع فايت مع الناس اللي بره دي تاني، تمام. ليه مثلا ما تخلوناش اطلع فايت مع الناس تاني بره، تمام. احنا ما عندناش مشاكل ان انت تقفلها عليا وعلى اعدائي، ما فيش مشاكل، ما عنديش مشاكل. طيب البوابه اللي تحت، البوابه اللي انت حطيتها تحت ديت، طيب انا مثلا مش عارف اطلع من هنا، اوكي ما فيش مشاكل، ولا عايز اتدخل حد، ما فيش مشاكل. طب البوابه اللي تحت ليه تخليها تحدفني بعيد عن المدينه اللي انا فيها؟ يعني انا حاليا في مدينه، البوابة تروح مطلعني في مدينة تانية خالص. طيب ايه الحوار من كده؟ طب انا عايز اطلع فايت مع الناس اللي بره دي، اطلع ازاي؟ فيا ريت مثلا البوابة اللي جوه دي ممكن تحدفني بمكان اقرب، يعني بص جنب المدينة اللي انا فيها، بس مش في نص المدينة. طلعني في اماكن مختلفة من المدينة، بحيث ان انا ما اطلعش حد يستقبلني على طول، تمام. يعني تغير الاماكن، 5 6 اماكن مثلا الخروج فيها، تمام.
اما بالنسبة للمركبة دي فدي مركبة كويسة الحقيقة يعني، لان انت مثلا اول ما بتيجي عشان تطلعها مبتاخدش معاك ثواني، في لحظة بتلاقيها اتفتحت وكل حاجة تمام، ممكن تركبها في لحظة واحدة تمام، بخلاف اللي هو المود بتاع علاء الدين كانت اللي هي السجادة الطايرة كانت بتقعد معاك مثلا 10 ثواني ولا حاجة لغاية لما تفتح، وتقعد جنبها ثانيتين أو 5 ثواني لغاية لما هي تركبها تمام. كويسة الحقيقة يعني ومفيهاش مشاكل، مش عارف هي بتدمج ولا لأ، بس بالتالي بتدمج، ده حاجة. الحاجة التانية لو انت طاير بيها ولا حاجة ونزلت من الباراشوت، هي ذات نفسها يعني ايه بتدخل الحقيبة على طول، مش لازم مثلا تضغط عليها ان هي ايه تدخل الحقيبة، لا هي بتدخل الحقيبة. Their vehicle is smoking! اما بالنسبه للخطاف فالخطاف كويس الحقيقه يعني، افضل من الخطاف اللي نزل قبل كده اللي هو بيتهيألي في مود علاء الدين تمام. ليه؟ لان الخطاف ده بتتعامل معاه ان هو مثلا مش لازم مثلا سطح يعني ايه تستعمله عليه، لا هو في الهواء على طول بيطلع كرة المية وبتطلع لها على طول تمام. انما الاولاني كان لازم على سطح او على اي حاجة عشان يشتغل معاك، دي حاجة. الحاجة التانية يبقى في منه يعني بيتهيألي ضربتين، تعمل على ضربتين فيه.